خصوصا لرئيس الجامعة التطالي كان مرحبا. أنا عملت هذا الموضوع رضوان رائد لمجال المسرح. أنا هنا سوف أنبش على ذاكرة رضوان. أقول أن قوة من وراء التاريخ تربط رضوان أحببته بأول مسرحية ألفها على خشبة فضائي حمد زينة بتطوان تحت عنوان بنات اليوم وأحلامهم. أقول وأحلامهم، وهي استوقفت الخليفة السلطان مولاي حسن بن مهدي العلوي عند عودته إلى قصره حوالي 1:30 بعد الزواج مع الظن بحمد زينة بكسر الزبح في طريقه إلى مقر سكناه بدار حصان، وكان ذلك في شهر رشد 1955. كان 3 من الأطفال عبد الواحد زوهان القرشي وهو الآن بين ظهرانينا ورضوان حدده والمرحوم علي المفرق، والطاولة يحفها العلم المغربي ولافتة كتب على هذا الختام واضح اللافتة من الأنظار اسم المسرحية بنات اليوم وأحلامهم. 3 الأطفال يمتطون طاولة يبيعون عليها أوراقا بيضاء مكتوبة بخط اليد الواضح اللافت الله لعبد المسرحية، مما أوحى للخليفة السلطاني آمرا سائقه أن يوقف السيارة على من الرصيف ليشير بيده من داخل النافذة والطويل إلى بائع الأوراق الثنتان، بينما رضوان تسلل مختلفا خائفا يترقب من الخليفة السلطاني الذي كان يسأل عن سبب تواجدهم في هذا المكان كما يسأل الأطفال عن أنسابهم، ويتأمل عند قراءته اللافتة لكي يصحح عنوانها قائلا لهم بنات اليوم وأحلامهن وليس أحلامهم. بعد أن عاد رضوان مطمئنا يجيب مولاي الحسن بن مهدي أنه هو الذي أسس فقط نهضة زيادة الثقافية والفنية والرياضية مع جماعة من تلاميذ حمد زيانة، وهو الذي ألف هذه المسرحية، فدعا لهم بالتوفيق والنجاح ثم تابع طريقه إلى مقر الشمال. وقد عرضت هذه الجمعية مسرحيات في الهواء الطلق كمسرحية جزاء الظالم وحيلة المجرم، ثم إقامة مباريات رياضية بين فرق الأحياء مع فرقة سنة سلبا وفرقة الطويلة وفرقة بور السفلي وفرقة بور السعيدة. وفي إطار رحلات فرقة النهضة وهم حوالي 20 فردا شاركوا في رحلة على أقدام إلى ميكون أي المنطقة أيام عيد الأضحى ولصحبة شخص يدعى التحوش. كان ضيفا على أسرة الأستاذ محمد رجالة ب3 نقاط وكافة. أستاذ ذلك مدرسا بالمدرسة الفرنسية الإسلامية بالتونسية بالتطوان. كان الشخص التحوش هذا وملقب بطانيسو، وهو المولع بالمشروبات الروحية والإخفاء بعد الحياة ينادونه بالنظام. سماحة رضوان أنه طلب من دحروش أن ينشد إلا بتوحيد النظام، فأنشد هذا الأخير نشيد نظام تبية رضوان كان تجيبه فرقة النهضة بقرار جماعي النظام في الكفار، أي أن قبلينة من المشروعات الروحية في رهن إشارتك في الكفار. وإذا كان لي أن أذكر شيئا بخصوصية الرحلات فإن رضوان وصحبة صديقين له حسن وكدي والمنتصر ويسون رحمه الله نزلوا من ظلاتهم للدراسة في عاصمة المعز بإذن الله الفاطمي، وكانت آنذاك القاهرة عاصمة أعمار للدول العربية، إذ يمكن ضم هذه المغامرة في سياق آداب الرحلة. وعند عودته من مصر التحق بمدرسة المعلمين في تطوان إلى أن تخرج منها معينا بثانوية خديجة المؤمنين بمسقط رأسه بتطوان، وبقي يزاول عمله بها إلى أن أحيل على الثقافة. هذا الأستاذ كان يحمل في جيناته منذ الطفولة خلايا الإبداع المسرحي، وإن لم أقل حتى في الحد المنوي وحتى في الحد النووي لديه.
وقد ظهرت بوادرها منذ سنة 1950 كشهادة الميلاد، وهي شاهدة إثبات على ذلك الإبداعات. أنا لم أكن أعرف هذا الطفل في الخمسينيات من القرن الماضي، بل بعد أن توقع سمعي اسم رضوان حدادور قبيل الاستقلال، وهو من بين شباب حمديانة، والحمد لله يدرس على بعض كعب من هذا الزحاق بالمدرسة الفرنسية الإسلامية والتوجه، وتحيرت لصدى الأخبار التي كانت تصلنا أو ولد علينا من حمديانة على لسان بعض التلاميذ الذين كانوا يدرسون معنا ويقطنون بنفس الحمديانة، أن شابا يدعى رضوان مع ثلة من نفس شباب الحي ساهموا في تأسيس جمعية طليعة الشباب، ومن بين هؤلاء محمد شعيار وأحمد مشهودي وعبد السراج وصلاح الدين بن عبد الوهاب وعبد الجواد الزاني وعبد الواحد السهراني القلبشي الموجود بين ظهراننا الآن، وفيصل الخطيب، وأعتذر عن باقي الأسماء. لما أوشكت الأمة المغربية أن تبني مار الاستقلال، وإذا رضوان الذي سمع بخبر عبر الأثير جاء مهولا فرحا يزف إلى النبأ، وهم يتسامرون على ناصية حمد السيد ميمون الكداني أخو الأستاذ الكداني المدرس لتنمية القضايا آنذاك، فسر الجميع بهذه البشرى، إلا أن شخصا ما وهو من بين السكان وجار لرضوان علق على مصطلح الاستقلال بمفردة النشاز، وافصح عنها بمرادة دم قائلا: أنتم لم تأخذوا الاستقلال بل أخذتم 7 أقلام. وربما كان يمزح بعبارته التي استغرب لها جلساء أركان السيد ميمون، إذ كانت المناجاة كبيرة والاستزادة من الفرح عن وصول السلطان محمد بن يوسف ممن فرح بإجراء المفاوضات من أجل ذلك. ولم يكن رضوان أيامئذ باع وداع في السياسة التي لم يكن لها حضور بعد، والمغاربة حيث عهدوا ورؤية صورة السلطان محمد بن يوسف على سطح القمر يستسلم هوى بعض من هذه الأسرة أو الوهلة، وذلك راجع من شدة حبهم لأن سلطانها. التأمل في نقطة صغيرة سوداء مرسومة تحت العين في صورة، ثم نظر إلى أسطح بيضاء كسطح القمر سنرى الظل الأسود لتلك الصورة، وهذه عوائم العين، وهي بقعة سوداء صغيرة التي تسببها الرواسب في العين. ثم إذا رنت في آذان مغاربة الفرحة بالاستقلال كي يفتتح الخطيب خطبته العيد والمغاربة أحرار، والذي صادف 11 مايو 1956. وقد استقبل ملك البلاد محمد الخامس رحمه الله الأستاذ خالد الطبرس وعينه سفيرا له بإسبانيا، لتتقدم جمعية طليعة الشباب عن بكاة أبيها بالتهاني لسعادة السفير، وتقدم له نسخة من القانون الأساسي للجمعية. تلك الجمعية التي كانت لها برنامج إذاعي أسبوعي بإذاعة بلسة تونس تحت عنوان صوت الطبيعة، وكان له فرع أيضا اسمه طليعة الفتيات، وكل من تطوانيا شفتها. ورضوان التطواني هذا كان واحد من أبناء حي زينة الذي يشرف على تنظيم الاحتفالات والمناسبة عيد الهاشم المجيد بعد وقبل استقلال الخمسينيات من القرن. وينطوي أن المسرح الأدبي كان قد تأسس سنة 47 باسم فرقة النجاح على يد محمد مشماس ومحمد مشربي وأحمد المدني وعبد الواحد السرهاني القلبشي وعبد الواحد اليعقوبي ومحمد زيان وآخرين. ثم استبدل اسم النجاح باسم الهلال، وبعد ذلك باسم الفرقة القومية، وهو الاسم الأدبي فمؤسسة المسرح الأدبي سنة 2005، إلى أن استقرت تحت اسم جمعية مؤسسة المسرح الأدبي إلى يوم الناس هذا. لما تحول اسم فرقة المسرح الأدبي من النجاح إلى فرقة القومية، انضم إليها رضوان ومع جيله منذ التسمية الثالثة سنة 1953، فقد قدم مسرحيات منها من أعمال الشيطان وضحية الشرف، ثم ظهر المسرح الأدبي قدمت فرقة مسرحية هذه حقيقة الجماعة. والأب الفاضل حيث واصل ما قدمت من عروض لا يزيد عن 90 مسرحية بأسمائها الأربعة: النجاح والضلال والقومية والمسرح والأدب.
وشارك بعد ذلك في العديد من الأنشطة إلى أن جمدت أمام 89 لظرف معين، وأن استمر نشاطها بمن بقي رضوان بفضل رضوان، والذي لم يترك الليل مطلقا، حيث أعيد الحديث عن الجمعية سنة 2005. وقد قام رضوان بماراثون من الاجتماعات دامت حوالي 3 أشهر مع باقي من الأعضاء من الرواد المؤسسون للمصلحة الأدبية، وهم محمد المجدوري، محمد دحروش، أحمد المجدوري، عبد الواحد الزرهوني، عبد السلام التعتور، محمد هيصور، والحسن الزاني، وأحمد أحدي، ورشيد ميمون. وذلك من أجل إحياء، وهذا من أجل إحيائه، فانقشعت الضبابة التكناء، وينتج عن ذلك تنظيم مهرجانات سميتها الفضاء تتطاول لمصلحة المتمدين. فكانت أولا الدورة الأولى تحت اسم حلقة ثريا حسن، وهي أول امرأة صعدت على خشبة مسرح ستوان سنة 2005. ثانيا الدورة الثانية حلقة محمد دحروش سنة 2006. الدورة الثالثة حلقة حسن الزاني 2007. الدورة الرابعة حلقة خوسي بوغون وهذا فرنسي. الدورة الخامسة كان عنوانها المسرح المتوسطي، والسادسة للمخرج السينمائي محمد إسماعيل رحمه الله. أما السابعة فكانت تحت شعار الفعل المسرحي دعما للثقافة المواطنة. ولم يفوتني بعد أن ازدحمت في رأسي سيرة رضوان أن جمعية المسرح الأدبي أبدعت أول مجلة أدبية سنة 60 باسم المسرح الأدبي، ولم تصدر من الأعداد إلا حوالي 10 أعداد. وقد عرضت لها مسرحية القط الأسود أيام الأستاذ خالد شاه على شكل مسلسل إذاعة طنجة، ثم طرائف سنة 61 مع خالد شاه، فكانت مسرحية قيد طمر من تأليف خالد وأمين السوسي، والتي كان لها زيت وأكوان على راديو إذاعة طنجة. وعلى ذكر هذه الأخيرة، وعلى خشبة باب السوق بسينما العالي الجديد في شبشون، وقد حج جمهور الكتابة معتقدا أن جمعية المسرح الأدبي ستقوم بعرض مسرحية قيد طمر. ولما عرضت المسرحية الميمية ولم يفعل الجمهور، صار أيضا نحو الخشبة التي هي في متناول يده، فأنقذ الموقف رضوان بإصدار الستار، ثم قام بتقديم مسرحية جبلية بشكل هزلي من بيانات أفكاره بمعية كون مع أسلام برنامج بلهجة جبلية وعن واحد سيهون الكلابش، فنجحت نجاحا باهرا. بقي الجمهور يطالب بإعادتها، والطريق الخشبية لا تنتهي عند رضوان لسنوات على صفحة جريدة الشمال، حيث التقينا هناك أيام المرحوم خالد شاه. ولقد أذكرتني ما كان من مقالات رضوانية تؤثر المسرح على أعمالها، فكنت أعكف على قراءتها، ورأيتني أريد قراءتها مرة أخرى لتطيب نفسي لها. وسوف أختم بهذا: نحن اليوم يوم الجمعة، وخير يوم طلعت عليه الشمس، فيه ساعة يوافقها عبد مسلم يسأل الله أن يعفه إياها. اللهم متع رضوانا بنعمة العافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.